الله كاين اللي ما واجهش هذه الحاجه ديال الاقبال ديالو. اثناء المفاوضات في 2019 بدا هذا المشروع، تعطى المارشي الاول التريزيلا والمارشي الثاني بداو كاع الاشغال في 2019 وما كملش حيت جات كورونا. من بعد كنا اتفقنا معاهم على ان باش يكون تسويق طرف على اساس ان الناس راه ما بقاش تشتري. كانت المفاوضات داخله مرينا من بزاف ديال المراحل حتى المفاوضات في 2019. كانت السلطه ساعه السكات كيكون هو واللجنه الاقليميه كنهضروا معاهم وكنعطيو الاقتراحات اللي ممكن نمشيو فيها. منها طرف لان الارض كاينه موجوده، منها القضيه ديال ايربلوس 3 لان كان المطلوب ديال الساكنه تعطى قطعه لكل اسره على اساس ان ما نطيحوش في هذا المشكل اللي حنا فيه. وبالتالي هذا الشيء كله بدا المارشي في ذاك الوقت وحبس. كانوا ناويين باش يسووا بداو طرف يعني نديروا طرف ونرحلوا الناس للطرف اللي هذا كي داروا في دار المعرض، ولكن داك الشيء توقف وجات كورونا. وكنقولوا ان المغرب ديال ما بعد كورونا ماشي هو المغرب ديال ما قبل كورونا. حتى في الاجراءات ديال التباعد، حتى في المساحات ديال السكن اللي غتعطى لينا، يعني كنسمعوا بان دراسات التظاهرات الوطنيه اللي مقبله عليها بلادنا اللي غتساهم في التنميه ديال البلاد وكذا، وهذا واعيين بها. واضطرينا نقبلوا بهاد جوج في الاسر، قلنا استمستي غير نفكوا الامور ونتعاونوا ماشي مشكل، لان بلادنا هذه وجات الوقت اللي ما يمكنش باش يستمر ذاك الوضع ديال ذاك السكن الغير اللائق. وهذا السكن الغير اللائق طرح مشاكل كبيره في المغرب، كانت فيه المضاربات، كان فيه هذا. كنا احنا جزء من الناس اللي كانوا كيحاربوا المضاربه، عمرنا ما درنا شي مشكل مع السلطه المحليه. كنا كنحاربوا التفريق ديال البلاد. كان من 97 اللي توليت فيه المسؤوليه في هذا الدوار كرئيس ولايه وكمنتخب سابق وكذا، دائما كنعمل مع السلطات المحليه في الحد من التفريق ديال البلاد وفي الحفاظ على هذا العقار اللي لقاتو الدوله دابا باش تكون فيها الوضعيه. ولكن كاين اللي ما كيعرفش هذا الطريق هذا. يعني حنا كنعتبروا راسنا ساهمنا في الحفاظ على هذا العقار، محاربه التفريق ديال البرارك، درنا الناس في الضيق، درنا لائحه حتى على الوثائق ما ياخذهمش غير اللي ساكن. ولكن ملي وصلنا لهذا الوضع دابا وحنا يعني ربما انا ما بغيتش نكونوا ضحيه ديال الوعي ديالنا الزائد، لان كان بحال كيقول واحد الانسان اللي كيكون واعي بزاف وسابق الوقت ديالو يولينا ضحيه. حنا بغينا السلطات تبادل لنا نفس الريتم اللي غاديين به حنا، على اساس ان كل واحد يوصلوا حقه، ورحنا بالشفافيه وبالوطنيه التامه وبالنزاهه عفوا كنمشيو نساعدوا ما امكن. قبلنا هذا، ولكن دابا ولينا الوقت كنشوفوا حنا ولينا لاجئين، ولينا في بلادنا، ولينا ما بقينا حسينا بروسنا ولينا محقورين، حسينا بابسط الحقوق دابا ما بقاش كنتصلوا بها. هما الناس دابا كيعانيو، مشى لهم لامور كيقول لك مشى لهم لاكارت كيبغي يبدلوا وما كيلقاش، كيلقى اللي يلتزم له ما كاينش. الناس ديال فاس لا، الناس اللي عندهم ما يكريو كنمشيو دابا كيعطيونا كيغليو علينا الكرا. هذيك اللي كانت معنا دابا هذا القضاء على السكن الغير لائق فاس كله زادوا حتى في القيمه ديال الاكراه على المواطن. يعني باش تلقى الكرا دابا ما بقات النفوس، وملي كتلقاه بواحد الثمن اللي ماشي في القدره ديال هاد الناس هاد. وكاين الناس اللي احتضنتهم العائلات ديالهم وكذا راهم عالة، لان كلشي كيعاني. الله يحسن العوان. الوضع الاجتماعي عامه كنعرفوه ماشي هو هذاك، يعني ما نزيدوش نأزموا الوضعيه ديال هاد الناس. كنقولوا يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هاد الناس عطاو واحد الصوره ايجابيه، عطاو واحد الصوره حضاريه، مشاو بالسلميه، عجبت السلطات، ما خدمنا حتى شي ادارات الامن هنايا معنا. يعني مشينا المواطن كيريد البركه ديالو، كيمشي عند القائد وكيمشي عند الباشا، هنا سردي وجد. يعني كانت السلاسه، كانت السلاسه والتسهيلات واحد اش غادي نقول لك، واحد الظاهره استثنائيه في هذه التسويه ديال هذه الوضعيه وهذا الترحيل ديال هاد الناس هاد. 400 عائله رحلات في 45 يوم، وجات مع رمضان، وضحينا جات في النص ديال الموسم الدراسي، وهكاك ضحينا بولادنا باش ما نكونوش على الدوله ولا نخلقوا شي مشكل ولا هذا.
لهذا حنا كنعتبروا راسنا دابا ضحيه. بغينا من السلطات المحليه، من السيد الباشا، من السيد القائد، من السيد الوالي السي معاد الجامعي اللي ولد فاس، وكنعرف بان الا ما بلغاتوش هذه الرساله لان كيقول لي حطيت عطانا الامر من الفوق غادي نكملوا معاكم. حنا هذا الفوق الا كان السيد الوالي حنا هو كيسمعنا دابا مباشره. بغينا السيد الوالي يدير يدو معنا ويجي يزورنا، وحنا مستعدين نبسطوا الامور الى اقصى ما يكون. حتى هذه الارض الا ما كفاتش الناس على الاقل كاين اللي غتكفيه، اللي كافي راه كافي العدد ديال البقاع اللي كاينين راه كنعرفوهم، واللي ما كاينينش ولا شي حاجه كاين سكن اقتصادي، او لا يكون هنا كاين مازال العقار ديال الدوله اللي ممكن يتجهز، او لا يعطيونا ياكلوا الثروه ونحلوا المشاكل ديال الناس كاملين. يعني حنا كقوه اقتراحيه اللي علينا نقترحوا عليهم الحلول اللي كنشوفوها بديله واللي غتستوعب هاد الناس، لان هاد الناس هادو ما يستاهلوا الا الخير، ما داروا الا الخير، وولادهم الشباب دابا هو اللي خصو السكن. نشوف لان هادشي دابا حنا الا مشينا ما هو وطني بالنسبه لذاك اللائحه اللي عاد تعتمد ديال 2010 جات في واحد هذا، جات في واحد الصراع اللي عرفوا الناس كامل، اللي فيه النزاع ما بين جماعتين، جماعه فاس وجماعه لطيف اللي كنا فيها سابقا. وثلاث سنين هذه المنطقه بقات بلا مرسوم ديال السيد وزير الداخليه ديال التقسيم من 2009 الى يومنا، لا نقولوا 2009 حتى 2014 يمكن عاد دار المرسوم. كنا كناخذوا شهاده السكنه من الملحقه الاداريه ديال الزهور، وكيقول لك طلعوا عطفوا عند الجدرميه فولا الطيب. غير الباصاصين الكونسين ما بين الاداره الامنيه بين الدرك الملكي والامن ما دازت على واحد المده، حتى ولينا كنغوتوا واتصلنا بالناس اللي اتصلوا بهم باش دار الباصاصين الكونسين من ديك الاداره. يعني كان واحد الفتور وواحد الارتباك في ديك العمليه اللي رجعنا فيها حنا المجال الحضاري. وهذا الشيء راه كيعرفوا كل واحد، وسال فيه المداد كثير في الجرائد الوطنيه، وصل للبرلمان وصل للحكومه في ذاك الوقت ديال 2009. اذا احنا كنقولوا بان احنا مسهلين الامور مع السلطات، متعاونين معاهم، ودرنا يديهم في يديهم، واللي كيثق فيه صاحب الجلاله في وزاره الداخليه حتى حنا كنثقوا فيه. شكرا سي، باش ما نرجعوش للور. شكرا سي الله. الله يبارك فيك يا الاخت نادين، وكنشكروا هذا المنبر الاعلامي اللي واكبنا، وكنعرف السيد المدير ديالو المسؤول عليه اللي هو السي محمد الحرودي، كنحييه من هذا المنبر اللي هو ولد الشعب وكيتضامن مع هذا الشعب وكيتضامن مع هذا الفقراء. وهذا الشيء ماشي بعزيز عليه، لان كنعرفوا قديم وساهم معنا ملي كان في الجرائد الورقيه. وكنحيوا هذا المنبر النزيه اللي دائما جنب المستضعفين. وشكرا لكم الاخت نادين. اسم ديالي فاطمه ساكنه في بورتو. الله يسلمك. حنا ساكنين ولدنا وليداتنا كاملين هنا، ولادنا كبروا ما غنجيو والو على الهضره ديال السي حسين اللي كتحكي تاع لالا الا باش يسربيو الناس. راهم الناس ماتوا بالكرا، راهم عياو بزاف، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي مريض، كاين اللي عنده وليدات مازالين كيقراو وخرجوا للكرا راه ما طلعش بالكرا. ودابا حنا راه حنا تهدينا بالكرا بزاف، ويديروا لنا حل مع ولادنا. حتى كاين الدراري اللي الشباب هما راهم كيقولوا ما محصيينش وداك الشيء، هما مجوجين بوليداتهم هنا، وكاين اللي عاد تزوج وعنده كان ساكن بوحدو. ودابا هما كيقولوا شوف واش غيستافدوا ولا ما يستافدوش، ما عرفناش شنو كاين. حنا كنطلبوا من المسؤولين هاد الولاد ما يضيعوهمش وما يرميوهمش في الزنقه، لحقاش الا رماوهم راه غتوقع مشكل وما عندهمش فين يمشيو. والروطه ديال هما هنا ترباو وهنا خلاقوا، ما عندهمش هنا فين غيتحركوا على هنا. الا داروا الحل مع كلشي يديروه حتى معاهم. وهذا هو النداء ديالي انا. ولادنا ما يفرطوش فيهم، راهم ولادهم حتى هم، راهم ولاد الشعب كما قال السي حسين، راهم كبروا هنا وراهم تربوا هنا وتكرفسوا. ما كانش ما كانوا كيهبطوا للمدرسه على رجليهم كيضربوا الطريق، ما يمكن لهمش يضيعوهم. المهم حنا انا النداء ديالي الوحيد هما الدراري ديالنا ما يضيعوهم. الله يرحم الوالدين، الله يجازيك بخير. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. عاود عافاك. السلام عليكم. باش نمشي نمشي. السلام عليكم. عبد المجيد محفوظ من ساكنه حي فيها تضامن. هي بلاتي خليك معايا، انا عاود. السلام عليكم. عبد المجيد محفوظ من ساكنه حي تضامن، ما يسمى بدوار البورصه سابقا. اختي الرساله واضحه كما قال الاخ الله، كل ما نطرقوا له راه طرق له السي الله. غير هو كنوجه الرساله للمسؤولين، لان العمل غادي في تجهيزها ببطء او ما كاينش او منعدم. ولهذا
المطالب ديالنا واضحه. هما هاد الوليدات اللي مازال ما دمجوهمش في القرعه، يشوفوا المسؤولين اللي يشوفوا لهم الحل يدمجوهم. هاد الاسر المركبه اللي مزوجين هنا ومازال وكذلك يعجلوا لنا بسميتو بالتجهيز، لان هاد الخدمه هذه راه هاد الخدمه اللي مشات على هاد الخدمه هذه راه فوق عامين ويتسنى شهر صراحه هي. والمطلب الثالث كان لان راه الناس تقهروا، راه بصراحه العباره راه تقهرنا بالنسبه للكرا، وكانوا وعدونا المسؤولين بسميتو بالدفعه الثانيه ديال الكرا ديال الدعم من الجهه. ما شفنا والو. كنطالبوا من الحكومه ولا البرلمانيين ديال فاس ولا هذا حنا كنطالبوا كل شيء بهذوك الولا اللي ما حطوش ديك 9000 درهم ديال الدعم تسلم لهم، وكذلك الدفعه الثانيه سميتو المواطنين الاخرين. والله ينصر سيدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كنطالبوا جواد الاسم ديالك عافاك. جواد الراشدي تاع ساكن في الدوار هذا اللي مازال دابا الامور معقده فيه شي شويه على حسب ديك العائله المركبه والاسره المركبه. زعما بغينا نعرفوا حتى حنايا واش غادي نستافدوا، واش غادي حيت ما دزناش في الاحصاء الجداز ومازال ما داروا معنا لا حل لا والو. بقينا هكا يعني الامور حلت شويه، طولت شي شويه. المطالب ديالنا حتى حنايا ما نساوناش، يعني حتى حنا كنا ولاد الدوار وقرنا في الحومه وبغينا نستافدوا حتى حنايا. تزوجنا واخا المهم داز الاحصاء، ولكن حتى حنا راه حنا كنتسماو ولاد الدوار، يعني سكننا هنايا وكاين اللي خلق هنا. المهم ما نهضروش على راسنا حنايا جينا من بعد وهادي، ولكن كاين اللي خلق هنايا وكبر هنايا وتزوج مور الاحصاء. حتى هما كنطالبوا الحقوق ديالنا حتى حنايا ما ينساوناش. كان الاحصاء داز في 2010. كان ديك الساعات كاين اللي مازال صغير ما تزوجش، هذا ملي داز عاوتاني الاحصاء التالي عاوتاني كاين اللي ما تزوج مور الاحصاء، فهمتي. ولكن حتى حنا كنتسماو ولاد الدوار. كاين الاحصاء الاول، كاين الاحصاء الثاني، كاين الاحصاء الثالث. يعني منين خرجتونا حنايا كان ديك الساعات يحصيونا حتى حنايا عاد خرجونا، فهمتي. يعني هذاك هو الاحصاء الفينال ديال الدوار. عطينا شويه شرح الله سميتو هضروا معانا وشوفوا شحال يعني حتى حنا عندنا وليدات الدوار وهذيك، واخا تزوجنا مع الضويف ما تزوجناش حنايا مثلا، وكان ديك الساعات استافدوا الناس ولا عطاو لهذا وعاد جينا طالبنا بالحقوق ديالنا. حتى حنا كنا في الدوار واخا داز الاحصاء، حتى حنا عاوتاني جات ديك الريبه وهذا لقاونا مزوجين وعندنا وليدات، فهمتي. حنا كنطالبوا حتى حنا بالحقوق ديالنا ما ينساوناش. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. نهضر مشهد. بلاتي عطيني الاسم ديالك. الرحيم ولدت في الدوار بورسي 1981 خلقت في الدوار، وحاليا عندي الاولاد وما مستافدش. وهذا السيد الوالي وهذا الباشا وهذا القائد راه بغا يضاقوا علينا. نهار اللي خرجونا هنا خرجونا بلا مقدم بلا قائد بلا سلطه بلا والو، خرجنا سلميين بيدينا ووعدونا بهذه الوعود، وهذه الوعود كلها كاذبه. وحنا راه حنا معمرين ماشي غير ساكنين في الدوار، حنا خدمنا مع النصارى والدينا وجدودنا وخوتنا. اختي عندها 70 سنه مولوده في هذه الحومه، حاليا مازال ما شلنا لا فلوس ولا استفاده ولا والو. صرتونا الكراوات كنخلصوا 2000 درهم في الشهر، رحنا مشينا شرينا البقعه. الا حونانيش الا خش علينا قلنا استافدوا وغادي ندعموكم وغادي. دابا راه حنا كنخلصوا 2000 درهم في الشهر، ما وضو ومعيشه بزاف علينا، ما عندناش كي نديروا نتقاوموا مع هذا العالم هذا. ودابا حاليا الله يجازيك بخير، الا ما عطاوناش الساكنه ديالنا راه غنولي نهز ولادي ونجيبهم لهاد البلاد، نولي البراكه في خلاقت فيها وفين تزاديت فيها. حاليا انا ضارب هنايا 120 سنه ملي كانوا الكبور المعمرين، ما كانوش مسلمين خدامين هنايا. وهذا هو الكلام ديالي، وشكرا اخي. عاش الملك.